أهلا بكم في قناتكم دويتشه ميت فيا. النهاردة هنكمل جمل المواقف اليومية Alltag Situationen. يلا بينا نبدأ أول حاجة لما تسأل عن رأي في حاجة der Meinung. نسأل مثلا Wie findest du den Mantel؟ يعني ما رأيك في البلطو ده؟ Wie findest du؟ يعني إيه رأيك؟ ممكن تقول schön يعني جميل. نبدأ بالرأي der Meinung. السؤال بيكون Wie findest du den Mantel؟ يعني ايه رأيك في البلطو؟ Wie findest du؟ انت شايف ايه رأيك فيه؟ ممكن ترد يحصل الرد بإما schön يعني جميل أو nicht süß يعني مش حلو. ممكن نسأل سؤال بطريقة تانية gefällt Ihnen das Hemd؟ يعني هل يعجبك القميص؟ gefällt Ihnen يعني هل يعجبك أو هل تحب؟ يكون الرد على السؤال ده Ja, ich gefalle das Hemd. نعم يعجبني القميص أو نعم أنا أحب هذا القميص. لما تسأل عن مقاس حاجة بتلبسها der Größe. هي Größe في المقاس وفي المساحة. Welche Größe passt Ihnen؟ إيه المقاس اللي بيناسب حضرتك؟ يكون الرد die Größe 38 passt mir أو أي مقاس على حسب اللي بيناسبك أنت. ده للبنات. Haben Sie den Rock in Größe 36؟ هل لديكم جيبة مقاس 36؟ وبرضه سؤال في المقاسات Ist die Größe genau richtig؟ يعني المقاس مناسب لحضرتك؟ يا إما يا إما ناين. لما تسأل بقى عن وقت الفراغ der Freizeit. Was machst du in der Freizeit؟ أنت بتعمل إيه في وقت الفراغ؟ وفي سؤال تاني متى يكون لديك وقت فراغ wann hast du frei؟ لما تحب تسأل حد عن الأمور المفضلة لديه أو اللي يحبها den Vorlieben. تكون صيغة السؤال was machst du gern؟ ماذا تحب أن تفعل؟ ممكن يكون الرد ich lese gern. أنا أحب أن أقرأ. لما أحب أسأل بقى عن الكاشير أو المكان اللي أدفع فيه الحساب der Kasse. يبقى السؤال wo kann ich das bezahlen؟ أين يمكنني دفع الحساب؟ الإجابة هتكون an der Kasse da vorne. هناك الكاشير قدام. لما يحصل موقف ليه علاقة بالألوان der Farbe. لما بتكون لابس حاجة فيها لون انت بتحبه بس عايز تسأل عن رأي حد wie steht mir die Farbe؟ هل يناسبني اللون ده؟ لما بتسأل على لبس بلون معين انت عايزه جبت is Pullover in blau؟ هل يوجد بلوفر باللون الأزرق؟ لما تسأل عن الإعجاب في حاجة معينة dem gefallen. يبقى السؤال wie gefällt وتحط الحاجة اللي انت بتسأل عليها. لما أسأل بقى عن الإعجاب بالمذاق أو بالأكل اسمها Geschmack. يبقى يتقال wie schmeckt كيف يعجبك وتحط الأكلة بقى اللي انت عايزها. لما بتسأل بقى عن حاجة ليها علاقة بالملابس الرجالي Männerkleidung يبقى السؤال wo ist Herrenabteilung؟ أين يوجد قسم الملابس الرجالي لو انت في مول وبتسأل عن القسم ده. يترد عليك Herrenabteilung ist im Erdgeschoss. القسم الرجالي موجود في الدور الأرضي. وملابس السيدات Damenkleidung. لما نسأل عن قسم ملابس السيدات wo ist Damenabteilung؟ الإجابة هتكون Damenabteilung ist im Obergeschoss. موجود في الدور العلوي. ولما أسأل عن المكان اللي بغير فيه اللبس أوضة تغيير ملابس Ampre. يبقى الكلام أو السؤال wo kann ich das anprobieren؟ أين أستطيع قياس هذا؟ الرد da vorne هناك في الأمام. Geburtstag لما بتسأل هو يوم عيد الميلاد. لما تسأل حد أنت عيد ميلادك إمتى؟ يبقى السؤال wann hast du Geburtstag؟ الإجابة am 20. فبراير أو am التاريخ بتاعك والشهر بتاعك. بخصوص بقى تاريخ الميلاد Geburtsdatum بيكون السؤال لما تسأل حد عن تاريخ ميلادك wann sind Sie geboren؟ تكون الإجابة am وتحط التاريخ بتاعك. هنا مثلا
1985. آخر حاجة النهاردة Geburtsort يعني مكان الميلاد. السؤال ممكن تسأل wo sind Sie geboren؟ أنت اتولدت فين؟ تكون الإجابة in Ägypten بالنسبة لك في مصر أو على حسب الدولة اللي أنت فيها. كده احنا خلصنا التاجز سيتواسيونن بتوع النهارده، المواقف اليوميه. نتمنى تكونوا استفدتم، ولو عندكم اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، واللي مشتركش معانا لغايه دلوقتي يشرفنا اشتراككم معانا. auf Wiedersehen.